تحذير لكل فرق الدوري، انذار لكل فرق الدوري. الزمالك جاي ياخد الدوري 15. النهارده حطينا اول طوبه من اول ست ماتشات. اول ماتش من 6 ماتشات، فاضل لي 5 ماتشات. انت متخيل انت متخيل ان فاضل لك 5 ماتشات وممكن اقل من كده وتاخد الدوري ال 15 في موسم اعجازي للزمالك. النهارده الزمالك بيقول للكل بالاربعه اللي جابهم: انا جاي اخد الدوري بالبنط العريض، مش خايف من اي حد، وان شاء الله هناخد الدوري باذن الله بعون الله. النهارده ابتدينا بدايه قويه. النهارده في اول 10 دقائق كنا تايهين مش مركزين. بعد اول 10 دقائق وده بعد ما دخل فينا الجون في حاله صدمه كده شويه، بس فوقنا رجعنا من تاني. والميزه النهارده ان بعد ما دخل فيك الجول النهارده انت لميت نفسك بسرعه وكنت بتلعب بهدوء مش باستعجال، ودي حاجه مهمه جدا. النهارده جبنا جون التعادل، ولا اروع ولا احلى من من عدي الدباغ، والتمريره الاحلى ولا اجمل ولا اروع من اخوات بتزيرة. وشوفوا الجون الثاني قبل الشوط الاول ما يخلص، جبنا الثاني. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا بنلعب بثقه وهدوء ومركزين، ودي حاجه مهمه جدا. حتى بعد ما دخلنا في الشوط الثاني قلت بقى الدنيا ايه، هنرجع وندافع ونحافظ على فرق الجون. لا برضه كنا بندافع، بس كل هجمه لينا مؤثره، كل هجمه لينا بخطوره. وناصر ماسي ضيع كذا اول كورتين ولا 3، وبرضه في نفس الوقت جبنا التالت والرابع. ودي حاجه مهمه جدا، انك بتدافع بس لما تعمل هجمه تعملها صح وتكون مؤثره. النهارده يعني من وجهه نظري عملنا ماتش كبير. في بعض الحاجات بسيطه نظبطها بعد كده، بس عملنا ماتش كبير. وفي حاجه تانية، تاثير محمد شحاته واضح قوي. تاثير محمد شحاته ظاهر للجميع. معلش الشاشه قفلت، عادي هنرجعها تاني. تاثير محمد شحاته واضح قوي للجميع. محمد شحاته يا ابني انت لاعب كبير، لاعب لازم يكون في لاعب يكون لك بديل، لاعب يكون لك بديل قوي يعوضك في عدم وجودك. احمد ربيع مع احترامي له برضه ما كانش سادد الخانه دي، لكن محمد شحاته انت راجع الماتش الجاي لازم تحافظ على نفسك، لازم تكون مع الزمالك في كل ماتش. يلا بقى تعالوا نقيم اللعيبه ونتكلم عن اللعيبه شويه. واول واحد معانا الاسطوره الباشا الجامد قوي ناصر باشا منسي. ناصر منسي النهارده عمل ماتش ولا احلى ولا اروع. النهارده ناصر منسي في الجون الاولاني، شوفوا القطعه، شوفوا ازاي ضرب التسدد وازاي التمريره ولا اروع من فتوح. شوف حطها ازاي وعوجة جسمه في الزاويه البعيده، ما يجيبهاش الا لاعب رقم 9، مهاجم 9. والجون التاني على الجون التاني. ايه يا ابني ده واحد بيعيش الماتش، ده واحد عايش الماتش في دماغه، وازاي يحطها ازاي، والحارس واقف ازاي، وهيتغفل ازاي، عارف التلات خشبات ازاي هو في دماغه، عارف الجون هيدخل ازاي. غفلنا كلنا يا اخي، غفلنا كلنا، غفل الجمهور، حتى لعيبته كمان مش مصدقه. ايه يا ناصر ده؟ ايه يا ابني الجامد ده؟ كله النهارده برق كده، محدش كان مصدق ان ناصر منسي حط جون زي ده. ده يبين لك ان انت عندك واحد مهاجم لعيب، مهاجم جامد، مهاجم يستحق ان هو يكون في منتخب مصر اساسي، يستحق ان هو يكون يلعب اساسي. حتى يا اخي يا كابتن حسام لعبه 5 دقائق 10 دقائق، مش كفايه مصطفى محمد اللي موته كمان هيكون ناصر منسي؟ يا كابتن حسام انت هتاخد ناصر منسي يلعب، مش هيلعب سيبه لنا، احنا اولى بيه. ناصر منسي بيقول للجميع وبيحرج الجميع وبيقول انا استحق اكون مهاجم منتخب مصر الاول والعب. ناصر منسي يستحق مني 8.5 من 10 ومش 10 من 10، عشان في كورتين في الشوط الثاني ضيعهم، لو كان جابهم كنا خلصنا الماتش من بدري. بس يا ناصر انت جامد يا ابني، جامد قوي. تاني لاعب معانا عدي الدباغ النهارده جاب جون صعب مش سهل. الكرة جايه له حطها من وان تاتش، ولا اروع ولا احلى من كده. بس في عندي بقى حاجه، هو بيجيب الصعب وضيع السهل. بجد انا بيجيب الصعب وضيع السهل، وده لغز بالنسبه لي. تاني حاجه ان هو عنده الباص عاوز يتظبط اكتر من كده، ونفسي يكون جسمه
عنده مرونه اكتر من كده، وفي نفس الوقت نفسي يقطع على قريبه، نفسي يقطع على قريبه ويكون في الصندوق التفاعل بتاعه اكتر من كده واجمد من كده. بس هو عموما كتقييم النهارده ياخد مني 7/10. خوان بنزيرا هو كلمه السر في الجولين النهارده. الجول الاولاني هو اللي عمل اسيست، ولا اروع ولا احلى ولا اروع، حته جاتوه اداها لعداد دباغ وحطها بشكل ولا اجمل. والجول الثاني هو اللي كان بيعافر فيها وخدها فتوح مكانه وكملها قدام ناصر منسي وحط الجول. فهو النهارده هو كلمه السر في الجولين اللي دخلوا، والنهارده ياخد مني كتقييم 7.5/10. نخش بقى على فتوح. فتوح الفتره الاخيره عامل ماتشات مع المنتخب ولا اروع، وماتشات مع الزمالك ولا احلى من كده. فتوح لما بيكون رايق وفايق ومركز مش بيعتمد اسماء. فتوح النهارده عمل جون اسيست ولا احلى لناصر منسي، وكان برضه بيدافع على وينج شمال كويس برضه، وبرضه من الناحيه الهجوميه في خط الوسط هجومي برضه كان كويس. فتوح في اخر ماتشات كويسه مع الزمالك، اتمنى يستمر على كده وياخد مني كتقييم 7.5/10. نخش بقى على احمد ربيع. احمد ربيع في الشوط الاولاني ما كانش كويس بالنسبه لي، الشوط الثاني ظبط شويه، بس عموما هو مش عارف ياخد يعني رقم 6، يعني مركز 6 في الملعب هو مش قادر يسد فيه. هو من ناحيه، هو لو لعبته خط وسط هجومي هيبقى كويس، بس هو عموما في رقم 6 مش حلو. عشان كده هو مش عارف يسد مكان محمد شحاته خالص. وعموما هو ياخد مني كتقييم 6/10. عمر جابر على فكره النهارده ما كانش وحش، انا شايفه ما كانش وحش. يعني النهارده في جماهير من الزمالك بتهاجمه، بس انا شايفه ان هو كان بيحاول مع قابل الزيرة من الناحيه الهجوميه في الشوط الاولاني، برضه على المستوى الدفاعي ما كانش وحش. فعموما انا شايفه النهارده احسن من ماتشات كتير قوي، فهو ياخد مني كتقييم 6.5/10. بنتايج النهارده برضه ما كانش بيهاجم خالص، مش عارف بقى دي اوامر ان هو جايه له ان هو يقف في الدفاع على طول، انا مش فاهم. بس انا من الناحيه الهجوميه انا ما شفتوش خالص. بس هو عموما النهارده برضه كاداء افضل من اللي فات. بنتايج بقى له كام ماتش بيتضايع خالص، والنهارده بالنسبه لي ما كانش يعني مش وحش من الناحيه الدفاعيه. بس هو عموما كتقييم ياخد مني 5.5/10. عم جيد بقى له فتره كويس جدا من ناحيه من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه هجوميه، بيستغل طوله وبيحط جوان براسه حلوه جدا، كتوجيه كمان بيحطها كويس زي فان دايك وكوناتيه في ليفربول بيستغلوا اطوالهم، وعم جيد بيستغل طوله. ودي حاجه مهمه جدا ان يكون عندك حد بيعرف يحط براسه كويس. عم جيد ياخد مني، بس اهم حاجه بالنسبه لي الناحيه الدفاعيه. لو هو ما يجيبش جوان خالص ويركز في الدفاع 90% 95%، ده بالنسبه لي يعوض اي هجوم. ده اهم حاجه، انت مركزك مدافع. بس عموما هو ياخد مني كتقييم النهارده 7 لا، ياخد مني 7.5/10. محمد اسماعيل كان تاه في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني ظبط شويه. عموما هو ياخد مني كتقييم كده برضو، محمد اسماعيل ياخد مني 5.5/10. اخيرا وليس اخيرا المهدي سليمان ما شفتوش غير في الجون اللي دخل فيه والله العظيم. هو الجون اللي دخل فيه هو ما شفتوش فيه بس اكتر من كده. اخيرا المهدي سليمان انا ما شفتوش غير في الجون اللي دخل فيه والله العظيم. ما كانش بيختبرش يعني النهارده خالص يعني. فعموما هو ياخد مني 5/10. مسك الختام الاسطوره مين؟ عبد الله السعيد طبعا فوق التقييم، ما يتقيمش يا باشا. ده هو اللي يقيم، ده اسطوره لوحده، فوق التقييم يا باشا، فوق التقييم. التغييرات بقى النهارده حصلت برضو ما لحقتش يعني. واحمد شريف اتمنى يطور من نفسه. ادم كايد عمل كام كوره حلوه النهارده كده، اتمنى يخش في المود المباريات بسرعه لان هو لعيب جامد جدا. اخيرا بقى احنا ما عملناش حاجه. احنا النهارده يعني طوبه حطيناها على طريق الدوري، بس احنا لسه ما عملناش اي حاجه. دافع عليك النهارده حاجه كويس طبعا. اللي جاي اصعب باذن الرحمن. ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الرحمن وناخد الدوري ال 15. سلام عليكم.